بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا بصدق المعجزات، فلقاؤنا بحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى برنامج حكاية ومغزى. ما هي حكاية ومغزى برنامج حكاية ومغزى؟ تريدون أن تعرفوا ذلك؟ سنعرف مع ضيوف البرنامج الأحباء والزملاء الذين سنكون معهم في ثنايا 30 حلقة من حلقات هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم في بداية انطلاق هذا البرنامج، ونحن الآن في أول حلقة، وأنتم طبعا تشوفوني وأشوفكم طبعا، وأيضا الجمهور الكريم أيضا يشاهدنا. ودي أسألكم في بداية انطلاقة هذا البرنامج، لماذا هذا البرنامج؟ البرنامج هذا عشان نبغى نعيش مع كلام الله، ونبغى نعيش بالذات مع أبرز الحكاية والقصص في كل جزء من أجزاء هذا الكتاب الكريم كلام الله عز وجل. أيضا يا شيخ علي، الله عز وجل أمرنا بالتدبر، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فنتدبر كلام الله عز وجل. وأيضا أبو حسين، يعني في كل حكاية وفي كل جزء من هذا القرآن العظيم عبرة لنا، والله جل وعلا يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ونبغى في هذا البرنامج نتعرف على كل آية استوقفت كل واحد منا وكل واحد من المشاهدين. نعم. في الجزء الذي سنعرضه. مو بس أنتم، طيب نبي أيضا الجمهور الكريم، صح ولا لا شيخ نايف؟ أكيد. نبي نطلب أيضا من جمهورنا الكريم في كل حلقة في نهايتها يتفاعلون معنا في هاشتاج اسمه حكاية ومغزى، الآية التي استوقفتك في كل جزء وفي كل حلقة. لكن إذا أفهم من كلامكم وأيضا انطلاقتنا الأولى بأننا نريد في كل يوم أن نقف على قصة ومغزى لكل ما حكاه القرآن في كل جزء وفي كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. شبابنا مستعدين للانطلاق إن شاء الله؟ مستعدين إن شاء الله تعالى. إذا نبدأ معاكم أعزائي المشاهدين وضيوفنا الكرام أولى حلقات هذا البرنامج، برنامج حكاية ومغزى. اليوم سنقف مع قصة حكاها القرآن في الجزء الأول، قصة البقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرا، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قتل قتيل من بني إسرائيل، فاحتار بنو إسرائيل في من قتل هذا الرجل، بحثوا سألوا حققوا فلم يجدوا نتيجة. فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى نبي الله موسى عليه السلام واسألوه أن يسأل لكم الله سبحانه وتعالى عمن قتل هذا الرجل. فعل موسى عليه السلام ما طلبوا منه وما سألوه، فدعا الله سبحانه وتعالى وكلم الله جل في علاه، فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة. فقالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبدأ بنو إسرائيل يسألون موسى عن هذه البقرة، عن أوصافها، عن لونها، ثم عادوا يسألون عن أوصافها مرة أخرى حتى وجدوا البقرة التي أمرهم نبي الله موسى أن يذبحوها، فذبحوها. فأخذ موسى عليه السلام شيئا منها فضرب هذا المقتول فأحياه الله سبحانه وتعالى. وسألوه من الذي قتلك؟ فقال فلان، ثم عاد ومات مرة أخرى. الآن جاء وقت المغزى، أول مغزى مع أول قصة في حكاية ومغزى. شيخ علي، من أعظم المغازي ومن أعظم العبر في هذه القصة قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. تخيل الإنسان يتكلم ويرى ويسمع ويأخذ ويعطي ويمشي، فجأة مات، خرجت روحه. من يقدر غير الله عز وجل أن يعيده؟ لذلك لما سمعنا قصة هذا الرجل الذي مات، الله تبارك وتعالى أمر أن يأخذوا شيء من البقرة فيضربوا بهذا الرجل، فقام وأحياه الله عز وجل حتى ينطق ويقول من القاتل. فقدرة الله عظيمة على إحياء الموتى. سبحان الله، في سورة البقرة الله عز وجل قد ذكر 5 نماذج على أن الله عز وجل يحيي الأموات. قال الله سبحانه وتعالى في أول قصة في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه القصة الأولى. القصة الثانية قصتنا في هذا البرنامج، وهي قصة البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وكذلك أيضا في قصة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وهذه دلالة على أن الله عز وجل يحيي الموتى. وأيضا قصة إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. والقصة الأخيرة الله عز وجل بينها: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. طب إيش المغزى؟ 5 مواقف في سورة واحدة على قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى. هذه تدل على دلالة عظيمة أن الله عز وجل يريد أن يحيي في قلوبنا
الإيمان بالغيب الله أكبر. الذي جعله الله عز وجل في بداية السورة أول صفة من صفات عباد الله المتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إيش صفاتهم؟ أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. مثل هذه القصص تحيي في قلبي وفي قلب كل مسلم ومسلمة وفي قلب كل إنسان يتدبر ويعي الإيمان بالغيب. بعدين تلاحظون اسم الصورة يعني حتى الصور إجمالا في القرآن الكريم سورة البقرة، يعني هناك أحداث كثيرة في سورة البقرة. البقرة أنتم تعرفين جزئين ونص تقريبا 276 ولا 86 آية، وهي أطول سورة في القرآن، لكن سبحان الله وهي يعني الأبرز في هذه السورة سورة البقرة، فسميت بسورة البقرة. حدث كذا جميل وذكرها الله عز وجل وسميت هذه السورة باسم البقرة. طيب الآن هناك تلاحظ أنهم كانوا يسألون سيدنا موسى يعني كثيرا، يسألونه أسئلة كثيرة، نوعها، شكل البقرة، كذا كذا. هل هذا يعتبر مغزى؟ يعني نستفيد شلون ناخذ المقصد من هذا الحدث في حياتنا وواقعنا؟ أولا أنا أجيبك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوه فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إنما أهلك من كان قبلكم، ألا هم هؤلاء، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الله عز وجل يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. هم لو ذبحوا أي بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة، أخذوا أي بقرة ذبحوها انتهى الموضوع. لكن لما شدوا على أنفسهم شد الله عليهم. شو شدوا على أنفسهم؟ بكثرة الأسئلة. صفها لنا، إيش لونها، لا عيد، أعطينا أوصافها تشابه على البقرة. حتى جاتهم صفات يعني ومميزات كثيرة جدا في هذه البقرة، تعبوا لما حصلوها. وبسبب إيه؟ بسبب أنهم شقوا على أنفسهم، سبحان الله. شدوا على أنفسهم. من المغازي أيضا سوء الأدب مع الأنبياء، يعني قالوا أتتخذنا هزوا. شوف كيف يعني النبي يستهزئ. يعني احنا الآن نستفيد أن يجب أن نتأدب مع كل الأنبياء، ويجب أن حتى في سياقنا وفي كلامنا الآن حتى مع التغريدات والشغل في بعض الناس للأسف يعني يقل أدبه. أيضا من سوء الأدب قالوا ادعوا لنا ربك، يعني ما قالوا ادعوا لنا الله، ما قالوا ادعوا لنا ربنا، قالوا ادعوا لنا ربك يا موسى، وهذا سوء أدب مع الله. هذا سوء أدبهم. لكن انظر إلى ولله المثل الأعلى. نفس الحين لما واحد من أشقائك ولا أخوانك يقول وين أبوك؟ شوف يعني هذا مو متأدب مع أبوه، وما يقول وين أبوي. لله المثل الأعلى. لكن هذا أدبهم، وهذا سوء أدبهم مع نبي الله موسى. لكن كيف كانت أخلاق موسى ورد عليه؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ادفع بالتي هي أحسن. ما قال أنا نبي وش الكلام هذا وكيف تقولون عني؟ أعوذ بالله أن أكون من يعني هذه رسالة لكل المصلحين في الأرض، أن إذا يعني خاطبهم الجاهلون. وفي موقف أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم مع أحد كفار قريش لما قال له إذا فيك مرض جبنا لك أطباء، وإذا كنت تبغى فلوس أعطيناك فلوس، وإذا تبغى النساء زوجناك أجمل النساء، وإذا تبغى الملك ملكناك. وهو قاعد يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار، والرسول صلى الله عليه وسلم ينصت ويسمع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ما عاملوا بمثل ما عامل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أفرغت يا أبا الوليد، ويكنيه بكل أدب، انتهيت من موضوعك يا أبا الوليد. رد عليه بكل أدب بكل هدوء. ونحتاج أن نتعلم أيضا فن الرد بالأدب باللطف، الدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. أيضا سبحان الله نختم معك عاد. أنا دائما ترى في الحلقات بصير عاد تحملوني مغزى من المغازي. الله يرحم والديك. هي ترى إشارات، والباقي على المتابعين والمشاهدين والمشاهدات. احنا عاد نطلب منهم يتفاعلوا معنا، بنحط في نهاية الحلقة الهاشتاج، وكل واحد أيضا المغازي اللي يشوفها يسجلها إن شاء الله. سبحان الله يا إخواني، بنو إسرائيل كانوا يعني لا يريدون أن يطيعوا نبيهم، ولا يريدوا، إنما يسألون من أجل المجادلة وعدم العمل، نسأل الله العافية والسلام. فمن أجل ذلك نأخذ ونستفيد مغزى السمع والطاعة
للنبي صلى الله عليه وسلم. أن نكون يا إخوتي في الله شعارنا في هذه الدنيا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية هي ختام سورة البقرة، ونحن نتكلم عن مغزى قصة البقرة، ونختم هذه الفقرة من سورة البقرة. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ استوقفني في هذا الجزء الآيات الأول من سورة البقرة، وهي قول الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آية استوقفتني في هذا الجزء العظيم قول الملائكة عندما قالوا لله: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. آية استوقفتني في هذا الجزء الأول يقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام الحلقة الأولى من برنامج حكاية ومغزى، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكاية